فضل يعوني من بلش القاهرة. يعني. شكرا لك على هذه المشاركة. تظاهر اليوم العشرات من السوريين أمام السفارة السورية بالعاصمة البلجيكية بروكسل تعبيرا عن استنكارهم للنظام الحاكم في سوريا، مطالبين النظام بالإصلاحات الديمقراطية الجذرية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية. وحمل المتظاهرون العلامة الوطنية السورية. هذا والتلبية لنداء بعض الفصائل والشخصيات السورية المعارضة، تجمهر ظهيرة اليوم العشرات من المواطنين السوريين أمام السفارة السورية في اعتصام احتجاجي على الظروف السياسية والاقتصادية القاسية في سوريا، وتعبيرا عن تضامنهم ومشاركتهم في يوم الغضب السوري. وحمل المتظاهرون يافطات كتبت عليها: لا لحالة الطوارئ والأحكام العرفية، سوريا حرة لكل السوريين، لا للسجون والاعتقال السياسي. وحمل المتظاهرون العلم السوري وصور الرئيس السوري بشار الأسد وعليها إشارة إكس. وردد المشاركون هتافات منددة للنظام السوري وطالبوه بالرحيل، كما هتف المتظاهرون نفس الهتافات التي يرددها أبناء الشعب المصري في انتفاضة مصر العارمة. والجدير بالذكر أن أحزاب وتيارات وشخصيات سياسية سورية في المهجر أعلنت عن تنظيمها لثلاث اعتصامات احتجاجية في بروكسل وواشنطن وأوسلو، تضامنا مع فعاليات يوم الغضب السوري الذي أعلنه بعض النشطاء السياسيين وشرائح واسعة من الشباب السوري. إسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط النظام، الشعب. من جانب آخر، وبحسب بيان صدر عن المؤسسة العالمية في منظومة مجتمع غربي كردستان، أن المحافظات والمدن والمناطق السورية ومنذ يوم أمس تشهد استنفارا أمنيا مكثفا وواضحا واستفزازيا، حيث تجوب عربات الأجهزة الأمنية الشوارع والأحياء بلباسهم الميداني والعتاد الكامل. وبحسب البيان الذي أكدته مصادر موثوقة، أن مجموعات تابعة للأجهزة الأمنية قامت في العاصمة دمشق بلف العربات بالعلم السوري وصور الرئيس السوري بشار الأسد والسير في شوارع المدينة كنوع من الاستعراض والتهديد والتخويف. كما أرسلت رسائل لبعض مشتركي الهاتف الخلوي تؤيد الرئيس السوري بشار الأسد، ومنها عبارات: الشعوب تحرق نفسها لتغيير رئيسها، ونحن نحرق العالم ليبقى قائدنا. كما قامت الأجهزة الأمنية باستدعاء أطراف كردية وتحدثت معهم بلهجة مختلفة عن اللهجة المعهودة والتي كانت تهدد وتتوعد في السابق، بينما تحولت اللهجة والخطاب الأمني إلى مسالمة تتوسل للهدوء وتحاول كعادتها زرع الفرقة بين المكونات السورية. يوم أمس نفذ أهالي مدينة تيامد الكردستاني